اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم آية من يوميات آية، ودي قناتي. انا يا حبايب قلبي حبيت اشارككم غدايا النهارده. بقى انا عملت طاجن لحمة راس كده مع بالبطاطس بقى وعملت معاه رز بشعرية وشوية مخلل جنبه كده، حاجة تحفة كده خرافة. أغلبية الناس بتحبها في الأعياد والشتاء وكده، أنا بصراحة بحبها في أي وقت. في ناس كده بتحبها في أي وقت. فتعالوا يا حبايب قلبي نخش على التحضير ونشوف المقادير ونشوف الأكلة دي عملناها ازاي. معايا طبعا كيلو الا ربع لحمة انا غسلاها طبعا ونقعها بخل وملح وليمون وحبة دقيق. ومعايا بقى توابلي، معايا ورق لورا، معايا بهارات لحمة، معايا حبهان، معايا فلفل اسود، ومعايا طبعا الخضار قرن شطة حامي ممكن تحطيه بارد براحتك. ومعايا ومعايا بصلاية متقطعة، ومعايا فص ثوم مفروم، ومعايا طماطمية متقطعة. وهجيب حلة واحط فيها معلقة سمنة، وهنزل باللحمة كده زي ما انتوا شايفين، اديها تشويحة. وانزل بالبهارات بتاعتي، ورق اللورا والحبهان والكزبرة وبهارات اللحمة، وهقلبهم كده تقلبتين زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بعد ما اقلبهم تقلبتين، على فكرة الاكلة دي بتفكرني بابويا الله يرحمه، الله يرحمه رحمة الله عليه. ادعوا له حبايب قلبي بالرحمة، يا رب يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا. بعد كده نزلت بالخضار طبعا، بصلاية متقطعة، طماطمية متقطعة، قرن شطة، فص ثوم مفروم، وهديهم تشويحة كده حلوة. وبعد كده حبيب قلبي معايا مية مغلية هنزل بيها بقى. طبعا شايفين انتوا البخار. معلش لو البخار بيجي على الكاميرا غصب عني، انا بحاول اقرب لكم بالكاميرا بس عشان خاطر التصوير يبقى واضح. وبعد كده سيبناهم طبعا على حلة تانية، على عين تانية. وجبت حلة كده، قلت اعمل حبة الرز بالشعرية كده معاكم، لا قلت اعمل الصلصة الاول معلش. هنعمل الصلصة بقى، هنجيب فص توم كده، توم مفروم على حبة زيت، وهنزل بفص التوم، بعد كده حبة كزبرة كده. وبعد كده هنزل بالصلصة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. وهحط بقى ربع معلقة سكر بس عشان ايه، بحط نص معلقة سكر بس عشان الحدوة يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده الشوربة بتاعت اللحمة رايقة جدا ولونها ابيض وشايفين جميلة. ده طبعا يرجع لنظافة اللحمة، طبعا احنا غسلينها غسلة كويسة جدا. هنزل بقى بالتوابل، بابريكا، فلفل اسود، بهارات لحمة، واقلب كده واسيب الصلصة بقى تتسبك مع نفسها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا التصوير واضح. متنسوش يا حبايب قلبي تعملوا اشتراك في القناة لو وصلت لحد هنا، ولايك، وتدعموني يا حبايب قلبي عشان يوصلكم مني كل جديد. فانا نزلت باللحمة كده في الصلصة بتاعتي، واسيبها كده تغلي غلوتين كده على النار. قلت بقى نعمل معاكم حبة الرز بالشعرية دول عشان خاطر نكسب وقتنا بقى، ما مش حاجة تعطلنا وكده. بنزل بالزيت والشعرية، وبنزل بيهم مكعب ماجي زي ما انتوا شايفين بالخضار، وبقلبهم تقليبتين. وبحط الكوبايتين مية على كوباية رز، نص كوباية شعرية كده، وبنزلت بالملح. وبعد ما غليت يا حبايب قلبي غلوتين، انا جبت الطاجن ونزلت باللحمة بالصلصة بتاعتها بقى، ونزلت بحبيتين من البطاطس، ونزلت بقرن شطة كده حامي صحيح، حطاه صحيح كده زي ما انتوا شايفين. وورقة زبدة بقى عليها ورق فويل زي ما انتوا شايفين كده، وهحطها في الفرن. وهرجع لكم بقى بعد ما تستوي ويستوي الرز وبقى، وتشوفوا النتيجة في الاخر. دلوقتي الرز يا حبايب قلبي انا كنت موطيه عليه النار خالص زي شمعة كده، عشان بقى ايه، يشرب ميته وما يتحرقش مننا ولا ما يبوظش. وبعد كده طبعا الطاجن بعد ما خد له ساعة في الفرن ده، انا طلعته يا حبايب قلبي. وزي ما انتوا شايفين اللحمة بقى دايبة، والبطاطس ما اتهرتش ولا حاجة، ومنظر والطعم والريحة والله العظيم كأنها لحمة عادية، ما تقولش عليها لحمة راس خالص. طبعا ده يرجع لنظافتها. ولو وصلتوا لحد هنا يا حبايب قلبي وحسيتوا انكم هتستفادوا من الفيديو بتاعي، ما تنسونش باللايك والشير وتفعلوا القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.